طيب دلوقتي انت فاهم ان الحماس لوحده مش كفايه، بس ليه لسه بتقع كل مره؟ في الفيديو اللي فات قلنا انك بتبدا بحماس وبعدين بتقف، وان المشكله مش انك مش عايز، المشكله ان الطريقه نفسها غلط. النهارده بقى هنفهم الحل الحقيقي. اول حاجه لازم تفهمها، انت مش محتاج الحماس، انت محتاج نظام. الحماس هو اللي بيخليك تبدا، لكن النظام هو اللي بيخليك تكمل وتستمر. واغلب الناس بتقع لانها بتعتمد على الحماس بس. خليني اقول لك على حاجه كانت بتحصل معايا. كنت بفضل اقول انا هغير حياتي، انا هلتزم، انا هشتغل على نفسي، بس هما يومين او اسبوعين او بالكتير شهر واحد بس، وبعدها بختفي. مش عشان مش عايز، لكن عشان مفيش نظام صحيح ثابت امشي عليه. الحل الاول بسيط جدا، ابدأ باصغر نسخة من العادة، مش ساعة ولا نص ساعة، ابدأ ب5 دقايق بس. عايز تتعلم اقعد 5 دقايق بس، عايز تتمرن اعمل تمرين واحد، عايز تلتزم ابدأ بحاجة صغيرة جدا. الحل التاني اهم من الاولاني، ما تعتمدش على مزاجك، خليها نظام يومي ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني مش المهم تعمل كتير، المهم تكمل وتستمر. المشكلة إنك بتتعامل مع الالتزام زي الحماس بالظبط، بس في الحقيقة الالتزام أسلوب حياة. ولما تبدأ بنظام مش بالحماس هتتفاجئ إنك بقيت بتكمل من غير ما تحس. بس في سؤال مهم جدا، ليه في ناس بتبدأ بحاجة بسيطة جدا وبرضه بتفشل، وناس تانية نفس البداية وبتكمل للنهاية؟ الفرق بينهم مش في الفكرة، الفرق في الطريقة، وده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي بإذن الله. العادات الصغيرة والعادات الكبيرة، ولو فهمت الفرق ده هتغير طريقة حياتك بالكامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.